مباراة. طبعا المباراة القادمة ستكون في بطولة الدوري ما بين الفريقين، المباراة التي سوف تلعب في 23 من شهر سبتمبر من هذا العام، وذلك في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الموسم. كرة وصلت صلاح عند الكرة، يمرر كرة مميزة، ترسل عالية، صلاح محمد صلاح والهدف الثاني في هذا اللقاء، والهدف الثاني بقميص ليفربول. هذا الصغير، هذا القصير، لكن لم يكن كذلك في الكرة الماضية بكرة راسية، وبهدف التعادل يرد على اسلام سليماني ويسجل هدف التعادل لنادي ليفربول. لكن هنا البداية، هو من بدأ الكرة وبعد ذلك مرر، عادت إليه مرة أخرى، وبالتالي التمريرة الأخرى آتت من جديد وبهذه الصورة. يا سلام يا سلام يا سلام يا كوتينيو، بكرة كانت مميزة. محمد صلاح وصل إلى الكرة، وهذه المرة بالراس في شباك الحارس كاسبر شمايكل. يسجل محمد صلاح هدف التعادل، ويسجل نادي ليفربول هدف التعادل في هذه اللحظات. لكن يا سلام، هنا اللمسة، هنا الكرة، هنا 3-4 الهدف من جانب كوتينيو، وبعد ذلك راسية التي أتت. يا سلام، كرة كانت مميزة من محمد صلاح في البداية، وبعد ذلك من كوتينيو، ومحمد صلاح أنهاها، وبالتالي ليفربول يسجل هدف التعادل. الريدز هدف، ليستر سيتي هدف في هذه اللحظات، هدف لهدف. أصبحت النتيجة الآن هنا في نهائي بطولة كأس الدوري الإنجليزي في آسيا نسخة ثامنة. وكما ذكرت طبعا عندما نتحدث عن النسخ الماضية في هذه البطولة، في عام 2003 عندما توج نادي تشيلسي، لدينا بولتون في عام 2005، بورتسموث في عام 2007، توتنهام في عام 2009، تشيلسي في عام 2011، ولدينا المان سيتي في عام 2013، بينما الأرسنال في عام 2015.